اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى خيار مخلل. انا جبته رفيع جدا والخيارية ناشفة كده ومش دبلانة، وقطعته بالرفيع كده شرايح رفيعة بالورب. هنعمل بقى الخيار الفوري دوت، يعني ان شاء الله هناكل منه على الفطار. يعني انا دلوقتي الظهر، باذن الله على الفطار هيكون اتخلل. وهنعمل بتنجان، جايبه بتنجان الجديد دوت، هنعمل بابا غنوج. فهو حجمه لسه صغير عشان لسه طالع، فجايبه كذا واحده، لكن لو كان يعني كبير شويه كان حلو، واحده كبيره تكفي. دلوقتي اول حاجه هعملها، جبت هنا توم، راس توم في الكبه، هنخلي الخيار على ما البتنجان يتشوي. هحط عليه عصفر كبشتين كده بايدي، العصفر ده اللي بنخلي بيه الليمون. وهحط عليه كمان كمون وملح طبعا. هنضرب كل الحاجات دي كلها كده في الكبة. حطيت هنا حوالي معلقتين ونص عشان المعلقة دي صغيرة. وهحط كمان ملح، الملح بقى طبعا حسب الرغبة. ومجهزة معايا حوالي كوباية الا ربع خل، وبرده لو عايز تاني هنديله. اول حاجة هضرب بقى الثوم مع العصفر مع الكمون والملح في الكبة. هضربهم بقى ضرب كده كويس. هنا بقى هنزل على الخيار بيهم. اهم حاجة الخيار يكون رفيع جدا، وتكون الخيارية مش دبلانة، تكون ناشفة كده وماسكة نفسها، ويتقطع شرايح رفيعة، بيدي نتيجة جميلة جدا. هحط بقى كمان كوباية الا ربع خل. وهجيب بقى مية مغلية من الغالية، مية في الغلاي بتاعي في الكتل. هنزل على الخيار بقى بيها. هنا حطيت حبة مية سخنة عشان اشطف بس مطرح الثوم والعصفر. دي كده مية مغلية زي ما انتم شايفين. هقلب بقى كويس كده وهظبط الطعم. الخيار ده بيبقى طعمه تحفة جدا وبيتاكل على طول، يعني ما بياخدش 3 4 ساعات. خليتيه حتى بعد الفطار، هتاكلي منه على السحور، خليتيه قبل الفطار بكام ساعة تحفة. وبيقعد بقى في التلاجة بعد ما بيتخلل يعني، وتاكلي منه تحطيه بقى في التلاجة، بيقعد معاكي طعمه حلو جدا. هنا بقى هنعمل بابا غنوج. هنا بقشر بقى البتنجان، اهم حاجة ما خليش اي قشر ينزل معايا على قد ما اقدر. البتنجان ده بيبقى قلبه ابيض جدا لان لسه طالع ما فيهوش اي بذر. هنا وانضفه، احطه بقى كله في الشفشق الخلاط. شايفين ما شاء الله قلبه ابيض جدا زي ما انتم شايفين، مش عايزة اي حاجة اي قشرة تيجي فيه. بابا غنوج ده بيبقى في رمضان بصراحة تحفة جدا. يعني انا بعمله كتير في الايام العادية، بس سبحان الله بيبقى في رمضان كده ليه بهجة كده جميلة وجنب الاكل، وبيبقى جميل قوي. هنا بنضفه برضو، باخد بقية البتنجان من القشرة بتاعته اللي اتشوت. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ويا رب اكون يعني بوصل لكم المعلومة صح للي متابعني واللي بيشوفني، يكون بيحب فيديوهاتي كده وتكون خفيفة عليكم. هنا هقشر بقى التانية. شايفين قلب البتنجان ابيض ونضيف جدا، مفيهوش اي بذر ولا اي حاجة.
ممكن تعمليه بالهاند بلندر، مش شرط يتعمل في شفشق الخلاط. ممكن تهرسيه بالهراسة كده عادي. يعني البابا غنوج ليه كذا طريقة. هنا بنضف بقية البتنجانية. هنا بقى البصلة. انا حابة اوريكم كل الخطوات، مش عايزة اجري حاجة من الفيديو. البصلة بصراحة بتدي البابا غنوج طعم حلو جدا. في ناس ما بتشويش بصلة، بس هي بصراحة بتدي نتيجة جميلة. انا بحبها جدا فيه. حاولت اجرب مرة من غير بصل، ما عجبنيش قوي زي اللي بشويله بصلايه. هضرب بقى كله كده في الخلاط. البصل مع البتنجان حطيت معلقتين خل عشان يتضرب معايا في الخلاط كويس. هجيب بقى بعد ما اضربه، هجيب بولة هحط فيها توم بكمون وملح، وهنزل بالبتنجان بقى مع البصلة، هنزل عليه كده. طبعا هنا لسه ما حطيتش طحينة ولا اي حاجة، لسه هحط. جبت بقى الطحينة الجميلة دي اللي كنا عاملينها مع بعض. شايفين شكلها جميل ازاي، ريحتها تحفة. انا بحب بقى في البابا غنوج بحب احط طحينة كتير. هنزل بقية البتنجان اللي في الشفشة. وهقلبه بقى كويس. لقيته محتاج معلقة خل كمان هحط له. وهظبط طبعا طعم الملح. الملح طبعا ده بقى حسب المزاج يعني، وحسب الرغبة. في ناس بتحب الحاجة دلعة، في ناس بتحبها حادقة. الملح والسكر حسب الرغبة. شايفين ما شاء الله الطحينة ادته لون جميل، فتحته كده وتقيل ولافف وجميل بابا غنوج. اهم حاجة ما تكتروش التوم قوي فيه. هحط بقى على وشه كده معلقتين زيت عباد. زيت عباد بقى زيت ذرة براحتكم. شايفين شكل بابا غنوج تحفة ازاي. هنا بقى حطيت الخيار في البطرمان، وادي البابا غنوج. يا رب يكون الفيديو بتاعي كده خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه.